النهارده معانا شاشة هايسنس 32. العطل اللي فيها زي ما حضراتكم شايفين كده في داتا. بس بص اللي بيحصل في البانل، في زي تشبيح وتدي الومضة دي كده وتفصل. ده العطل بتاعها. هنفتح مع بعض كده اقول لحضراتكم الموديل بتاعها ونشوفوا المشاكل اللي جوه ايه، ونحاول ربنا يسهل نحلها مع بعض بعد الفصل. هنتوجه على طول على كابل ال في دي اس عشان نقيس ال 12، نشوفها مستقرة ولا فيها لعب ولا حاجة كده. زي ما حضراتكم شايفين في شوية مشاكل، فكده جهد زيادة جدا على البانل. هنضطر نرجع ورا كده على كارتة الباور بقى ونشوف الدنيا فيها ايه من ناحية الباور، نحل المشكلة الأول بعدين نرجع لحضراتكم تاني. تابعوا معايا. رجعت لحضراتكم وهنتوجه مباشرة إلى دائرة الباور، نقيس الجهود بتاعتنا ونشوف كده ايه المشكلة. هنبدأ كده ربنا ييسر الحال نقيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شاشة فاتحة معانا اهي. جهد الستاند باي 5 فولت طالعة. في عندي 12 فولت بتاعت البانل طالعة 15. في عندي 5 فولت كمان بتطلع بعد الستاند باي طالعة نقوله 9. طالعة 9 فولت أو 10 فولت كمان، وال12 طالعة 15 و16 وساعات بتوصل 17. 5 فولت بتاعت الستاند باي واصلة معانا. طيب كده احنا عندنا جهد الستاند باي سليم، والجهود اللي خارجة بعد كده فيها كعبلة. طيب انا هنا خفيت الحمل عن الباور شوية وشلت الباك لايت، اطراف الباك لايت، وهنشغل كده ونقيس ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ال 12 بقت 12، وال5 فولت اللي بعد الأون بقت 5، وال5 فولت بتاعت الستاند باي مظبوط. طيب هو هنا ايه اللي حصل؟ هتقول لي العيب في في اللمبات بتاعت ال سي دي. هقول لك لا طبعا، العيب مش في اللمبات بتاعت ال سي دي. طب نفهم الاول ايه اللي حاصل. دلوقتي حضرتك شغلنا الشاشة بالحمل الكامل بتاعها، عندنا كعبلة في الجهود. لما خففنا حمل الجهود اتظبطت. يبقى بالعقل كده وبالتفكير المشكلة فين؟ هتبقى المشكلة في الدايرة اللي بتحس او بتشوف الحمل اللي في اللي بعد الشوبر دوت، هل هو متناسق مع الخروجات ولا لا. طبعا الحمل معانا بينقسم الى جهد والى امبير، يعني بيتقسم معانا الفولت والى امبير. لو الامبير السحب بتاعه زيادة هتحاول تقطع زيادة عشان تديله امبير زيادة، فبالتالي الجهد هيتكعبل وهكذا. لو الجهد برضو نفس القصة الامبير هيتكعبل. طيب هو ايه اللي حاصل معانا هنا؟ اللي حاصل معانا ان احنا عندنا مشكلة في الخرج. لما بيتحط الحمل بتاعه دايرة الستاند باي هي الأساسية اللي بتبقى على الفيدباك الأولي بتاعنا. فلو الفيدباك بتاع الستاند باي اتكعبل هيأثر معايا على بقية الجهود، فاحنا لازم نظبط الدنيا. طب هتقول لي باختصار كده المشكلة فين؟ هقول لحضرتك لازم نغير الدايود بتاع الخرج، مش ملاحق على الامبير اللي مسحوب، فعنده مشكلة في الامبير بتاعه ساقط. فلازم
لما نظبط الامبير بتاع دايود الخارج هيظبط معانا الدنيا ديت، يبقى احنا كده حلينا مشكلة الباور. لما يتظبط التيار اللي مسحوب هيقول للفيدباك انا كده مظبوط، فيدباك هتقول للاي سي التقطيع او الاي سي المتكامله اللي هي التمانية رجل اللي احنا قلنا ركزنا عليها. قلنا في اللي هي في شاشات كتير اللي بيبقى فيها بي اف سي هنلاقي الاي سي التقطيع التمانية رجل، هيقول له اهدى واظبط الدنيا معايا، والاحساس بالتيار بتاعك قول له انا كده مظبوط، والدنيا بتاعتنا هتمشي كويس. فانا كده هحل كارتة الباور بره، واغير الدايت بتاع الخارج بتاع الستاند باي، وهنشوفه بعد كده القياسات بتاعتنا هتظبط ولا لا، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي معانا، هل هتفضل الجهود عالية كده ولا الجهود هتظبط. تابعوا معايا. هنبدأ نحل كده ونغير الدايت بتاع الستاند باي اللي هو دوت، هو الاولاني ده. فهنوسع السكة من هنا بدل ما نرفع الهيت سينك ده كله. هنحل الاتنين مكثف اللي قدامه دول، عشان نوسع لنفسنا سكة دوت 1000/25. والمكثف التاني اهو، ده اللي هو 2200. كده الدنيا سالكة قدامنا. هنشوف طبعا لازم نراعي الامبير، هو هنا شغال معانا على 5 فولت، فهنراعي الامبير اهم من الجهد بتاعه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دوت رقمه SRF 1560، دايت مزدوج SRF 1560 دوت 15 امبير وحوالي 200 فولت. احط بديل ليه، انا محضر له واحد تاني اهو، هحط له واي جي 80 5C04، واي جي 80 50 واي جي 80 5C04. طبعا هنا الرقم مختلف، بس احنا قلنا هنهتم بالامبير اكتر. الاساسي دوت 200 فولت 15 امبير، دوت هيشتغل معانا لحد حوالي 70 فولت بس 20 امبير، مش هتفرق معايا الجهد قوي لان انا هنا شغال على 5 فولت. انما لازم اراعي الامبير يكون يا زيه يا اما اعلى منه. هننضف بقى الفتحات دي عشان نركب. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالنا ان احنا شلنا ميتال، يعني مش معزول من هنا، عشان لو حطينا واحد تاني لازم نحط عازل ورا، ولازم المسمار نفسه يكون معزول عن الجسم. فاحنا كده جبنا نفس الوضع عشان ما نوجعش دماغنا. نربط مسمارنا الاول. بسم الله.
هي شغلة لذيذة بس عايزة انك تبقى مركز، ونحاول نفكر بمنطق يعني. ألفين وميتين اللي هو كان ورا. والألف اللي كان قدام. طبعا مبدئيا لازم نظبط كارتة الباور الجهود بتاعتها، لان اكيد طبعا الكعبلة بتاعت الباور ديت سببت مشكلة في البانل، هي اللي مخلية البانل بتطفي وتنور بالشكل الغريب ده. مش عايز اكد طبعا، او دايما باكد ان كل حماتك وشغلك نضيف، ويا ريت نوصل لمرحلة ان اي حد يفتح ورانا شاشة يقول لك لا محدش مد ايده هنا. من تظبيط الشغل، اهم من الشغل تظبيط الشغل. كده تمام، لحماتنا مظبوطة والحمد لله. شكل البوردة كأنه ما اتلمس. هنروح بقى نركب كده ونشوف الدنيا على ايه. ان شاء الله كده تبقى الجهود اتظبطت، وبعد كده نشوفوا بقى موضوع البانل هنعمله فيه ايه. ابقوا معايا. رجعت لحضراتكم تاني بعد ما غيرت دايود الخارج بتاع الستاند باي اللي هو اللي شغال او الموجود فيه خارج الستاند باي، واديني مركب الباك لايت اهو. وهنبدأ نقيس بقى كده نشوف الدنيا استقرت ولا لأ. ادي ال5 فولت بتاعت الستاند باي، ال12 فولت اللي رايحة لتغذية المين بورد وتغذية البانل، ال5 فولت الخارج التاني اللي على المشط الباور. كده الدنيا استقرت معانا. يبقى احنا فعلا كانت مشكلتنا في الدايود ده اللي لما وقع الامبير بتاعه فلخبط لنا دايرة الفيدباك، ففي جهود ارتفعت وجهود مستقرة، وهتبقى الدنيا اخر لخبطة اهي. ال 12 فولت اللي خارجة اهي، وال5 فولت التانية اهي، و 5 فولت بتاعت الستاند باي اهي. تمام. يبقى احنا بالشكل دوت كده ظبطنا كارتة الباور. هيتبقى معانا البانل اللي كانت بقى فيها عمالة تدي حركات غريبة دي. طبعا عرفنا كده المشكلة من ايه. المشكلة كانت من دايرة الباور، هي اللي سببت عندنا تلف في البانل. الحمد لله احنا كده خلصنا العطل اللي كان في دايرة الباور واستقرت معانا. فهنروح بقى كده ان شاء الله نحل البانل ونشوف ايه اللي فيها، واكيد هنعمل لحضراتكم فيديو تاني عن اللي احنا عملناه او وصلنا البانل بتاعتنا دي في ايه. ما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب وشرفتوني.